السلام عليكم. وعليكم السلام. من يا معتقد حبيبي؟ سني. كيف مات رسول الله؟ مات متأثرا بالسم. يا سم. آه، راح الصوت اخونا عزيزي، راح الصوت منك. الو ضيفنا. ألو. الو صوتك راح بيمن. يا سم مات رسول الله. عوف الجوجل اخونا، شلون تبحث بالجوجل وسيدي الجوجل هنا؟ تعال اعطيني بس ياه السممه وخلص وانا اكمل لك. سامعني؟ سامعك يا سمم رسول الله. أي تسمم من زينب بنت الحارث. زينب بنت الحارث اليهوديه. طيب مظبوط. زين. هي تحدث الرسول، قالت له لو فعلا أنت نبي لما تأثرت بالسم إذا أنت نبي. تمام. هسا أنت وين نقطتك؟ مو جاي أكمل لك أنا، غير جاي أكمل لك. تمام. هي قالت له لو أنت نبي وتدعي محمد رسول الله لما تأثرت بالسم، وإذا مو نبي مدعي كذاب فراح تتأثر بالسم. فهي الآن صدقت أم كذبت؟ تمام، بس النبي نفسه حكى إنه تأثر بالسم في رواية من البخاري. سؤالي، عوف النبي جاي أسألك عليها مقالتها، صدقت أم كذبت؟ ارجع عيد شو حكت، معلش. أرجع. هي اليهودية قالت له لو أنت مبعوث من قبل الله ما تتأثر بالسم، وذو أنت كذاب مدعي راح تتأثر بالسم وتموت. حسب تمام. كلامها هي صدقت أم كذبت؟ هذا كلام اليهودية. كلام اليهودية صار تحدي هي والرسول. الرسول قال ها أنا نبي، قالت له إذا أنت تمام. نبي ما تتأثر بالسم. هو تأثر لو ما تأثر تأثر، فهي صدقت لو تأثر. كذبت. إذا صدقت هي، نعم صدقت. إذا سقطت نبوة النبي. لا، لكن هذا هو، يعني هو توفى أثر من السم بأمر من الله، لا حكمة أو شيء يعني. وين المشكلة؟ أخي العزيز، أخي العزيز، المشكلة الله أيد اليهودية وخلى النبي يتأثر بالسم كما قالت اليهودية. يعني الله نصر اليهودية على رسول الله. آم، لا، هو مات متأثرا بالسم. هو ما مات بنفس اللحظة، أنا اللي بعرفه يعني. ما مات بنفس اللحظة، بعد 13 يوم ما لنا أو شيء زي هيك. ما لها وهذا ما لها لحكمة من الله يعني. ضيفنا. أنا ما ضي عندي. ضيفنا. تمام. الو الو هسه الو الو تمام. الو بدي بس أنا بس بدي دليل على إنه. الو الو تمام. الو سامع. الو بس لا تخبط، بس لا تخبط علينا الاوراق. وعده 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 وعده. تمام. خلي يموت النبي بعد سنة، خلي يموت بعد 20 سنة، بالنهاية سبب موته منه بالنهاية؟ سبب موته متأثرا بالسم. خلاص إذا مات بسبب اليهودية. لكن ثانيا، تمام، لكن لما توفى، هو اوكي تأثر من السم، بس هو ما مات من السم يعني. هو مات بأمر من الله، لكنه فمين مات مات؟ مو انت متأثرا قلت بالسم. السبب، فهمت علي؟ السبب منو الموت يا اخونا؟ السبب السبب اللي الله. الموت قتل هو اللي مات بأمر موته. من الله لو مو. الله نهى أجله، لكنه حسبي هو الله كان ونعم الوكيل. متأثرا بالسم. يا اخويا السبب الله، شلون السبب الله؟ الله السبب هو السم اللي كان سبب موته. فلان شنو سبب موته؟ كان حادث. من سبب فلان موته. شنو سبب موته؟ دقيقة، اكتم لي المايك، اكتم لي المايك، لا تسوي علينا فوضى. بارك الله فيك. طق المايك كتم، طق المايك تمام. كتم، اكتم المايك، اكتم المايك، اكتم المايك، اكتم المايك. يا اخي السني مثل السمكة، تكض منا يطفر منا. هو شنو سبب موته الله؟ هو كل الناس ميته بامر الله. انت تعال عف الجوجل ولك، تعال وين تروح للجوجل وانا سيد الجوجل؟ وين؟ يا أخي، اكتم المايك أنت واسمع تستشهد للاخير. بجوجل، أنت تستشهد. اسمع. ما مستشهد بجوجل انا ابد، انا جوجل. اكتم المايك، لا تفتح المايك، خلنا نكمل واعطيك الوقت. وين مستشهد بجوجل؟ اشكي ما يمي.
لا يمي حاسبه ولا يمي طرقاعه. كل شيء ما يمي. الله وكيلك ومحمد كفيلك. زين. عوف الجوجل، تعال اسمعني يبا، ترى بتروح الجوجل اعرفك تطلع يمي اشاره. لا تروح للجوجل، اسمعني للاخير. انا انت اشتغل، نفس انا اللي جاي اشتغل جاي خلي. اشتغل. لا ما الكلام معك تشتغل هناك. اذا لا تشتغل. لا لا، اذا تشتغل ما له علاقه النت مالتك يطلع يروح لغير مكان انا ويجي. اشتغل تشتغل توصيل تقدر دليفري تعوف على النقال التلفون، على صح. لازم اطلع. اوكي كمل كمل، انا اسمع. ان شاء الله، اي ان شاء الله بطن هذا. اكتب المايك واسمع للاخير. اسمع الاخير. السني سيبقى حائرا امامي اخواني. ليش؟ مو اللهم غرور وكبرياء، لانني عالم بدينه بطوله بعرضه. اشم الروايه واعرفها صحيحه عندكم لو ضعيفه. يجي معي جاب وروح ابوي يجي مثلا. هذا الاخ يقول هو الله موته. خوبيه كلها اللي تموت باجل من الله، بس يكتبون سبب الموت جلطه، سبب الموت اندعم بستوته، سبب الموت طاحت عليه طياره. النبي محمد شنو سبب موته؟ مسموما. اذا اليهوديه سممت رسول الله ومات. هسه مات بعد سنه، مات بعد 1000 سنه. بالنهايه سبب موته من هو؟ اليهوديه. اللي الله محدد موته بهاي الساعه بهاي الوقت بهذا اليوم هو الله، بس السبب اليهوديه. اذا اليهوديه تحدد. طبعا عند الشيعه اليهوديه ما سمت رسول الله. واني شوف اطروحه الشيعه ايش قد حلوه. من في هي حلوه بس تقهرني. ليش؟ لان جماعه الشيعه ما يعرفون مالات الشيعه. قاضين هنج وعده وحمل ضعنهم. اسال الشيعه قل لهم هاي الحادثه شنو رايكم بيها؟ اغلبهم ما يعرفون. شوفوا الشيعه شو يقولون بهاي الحادثه، شلون لطيفه عندهم. يقولون جاء رسول الله فقدمت له اليهوديه. هاي عند الشيعه. فقدمت له اليهوديه فهم باكل من الشاة، فجاء له جبرائيل فقال يا محمد ادعوا بهذا الدعاء فإن الله بأمر من الله لا يصيبك سمه. فالنبي جاء جبرائيل دعا بهذا الدعاء وأكل. فاليهودية انصدمت، قالت محمد أكل السم، إذا تأثر به ليس نبي. فالنبي محمد ما تأثر بالسم بمن؟ بسبب الدعاء. شوف الشيعة ايش قد روحتهم قوية. فالنبي محمد ما تأثر بالسم. على هذه الحادثة اليهودية أصبحت مسلمة. جماعة النبي فشلنا والله خان النبي وخلى اليهودية تصيح ليش؟ لأن تحدته. قالت له يابا لا انت نبي ما راح تتاثر، نريد نصير مسلمين وياك، يلا هاك هذا السم. وعندهم خالد بن الوليد شرب دول كماس سم وما تاثر، والنبي محمد تاثر بالسم. تخيلوا اخوان النبوه ما ندري علما الخالد ابن ام وليد ام النبي محمد لا نعلم. فاخونا كيف اليهوديه انتصرت هنا على رسول الله وتحقق مرادها ومات الرسول. عوف الجوجل اخوي، عوف الجوجل بعد قلبي. تعال يمي. اخوي معك. يلا شلون النبي انتصر على اليهوديه؟ هو بالفعل اصلا المسلمين فازوا على اليهود، لما بعديها اصلا بالحرب فازوا عليهم وانكسروا اليهود. ولك السم ولك السم تمام. السم اوكي، توفى رسول الله باثر من السم بامر من الله. شلون مظبوط. انتصر؟ اذا اليهوديه شلون انتصرت اليهوديه على النبي؟ اوكي، هو مات جسديا. اوكي. عبد الروح. مات جسديا وروحيا ما ميت. شو قاعد شو